اديك مثال على اللي بيحصل على السوشيال ميديا حاليا، فشايف التطور اللي بيحصل في البلاد والعالم كله، احنا بقى عاملين زي رجل الكهف، بنرجع لورا مش بنتقدم. طيب ايه علاقة ده بالسوشيال ميديا؟ تعالوا ناخدها خطوة خطوة. أول حاجة هسألك سؤال وتجاوبني عليه دلوقتي وانت بتتفرج، ايه هي أكتر حاجة ليها تأثير على عقول الناس في الفترة دي؟ السوشيال ميديا، صح؟ لو رجعت بالزمن 10 سنين وحاولت تشوف تفكير الناس وذوقهم وآرائهم ومدى تركيزهم في الحياة، أنا متأكد تماما إن الوضع هيكون مختلف وأحسن مليون ألف مرة من دلوقتي. مفيش ترندات تافهة، مفيش محتوى ملوش أي 30 لازمة زي ما بنشوف. حتى لو جيت قارنت المشاهير زمان بمشاهير دلوقتي هتعرف قد إيه حصل تغيير واختلاف في عقولنا. ليه بقولك مشاهير؟ عشان الناس هي اللي بتحكم وبتختار تتابع مين واهتماماتها إيه. الناس زمان كانت بتحب تتعلم وتشتغل وتنتج، تلاقي الشباب وقتها عندها طموح، نفسها تبقى حاجة وتقدم شيء للمجتمع. بس ازاي في الفترة الزمنية القصيرة دي كل حاجة اتغيرت؟